الناس اللي انتوا شايفينهم دول امهم ماتت بقالها اسبوع واتحللت، وما عرفوش انها توفت الا لما لا مؤاخذه ريحتها طلعت، الجثه تحللت. انت متخيل؟ والغريب يقال ان هم في نفس العماره معاها. والله العظيم حاجه تحزن. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. انت متخيل؟ قل جبريل ما زال يوصيني حتى ظننت ان انا هورثه، مش امي ولا اخويا ولا عمي. والله العظيم بيبقى جيراننا فينا بيننا وبين بعض مشاكل، او هم مخاصميننا بمعنى اصح، وساعه ما يحصل مشكله اطلع اجري. ويمكن كان من فتره سبت الدنيا وكان في خلاف كده، سبت الدنيا وطلعت اجري احوش زي ما انا كده، ما لبستش يعني حاله. الله، الجار للجار. تخيل لما يكون امك معاك او امك بعيده عنك وتموت وتتحلل وانت ولا هنا. انت كنت فين؟ امك لوحدها وسنها كبير، كل يوم اطمن عليها، كل يوم اتصل بيها. ربنا يرحمنا ويحسن ختامنا. خلي بالك من جيرانك وخلي بالك من اهلك. ربنا يرحمنا ويرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. مش هقول اكتر من كده. صلي على سيدنا النبي وخلي بالك من جيرانك وخلي بالك من احبابك.